الفصل الأول من حكاية الهلال والترجي في نصف النهائي. البعض كان يتوقع أن يحرز الترجي الهدف المبكر، هذا ما وعد به نبيل معلول في المؤتمر الصحفي، ولكن قد يكون الكثيرون لا ينتظرون كانوا هزيمة الهلال، ولكنها حدثت هنا الآن في هذا الملعب. عموما معي الكابتن نبيل معلول مدرب الترجي. كابتن نبيل، أنت تحدثت عن هدف مبكر، هذه استراتيجية الترجي أم قراءة للهلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيك واهلا بماجد والضيوف اللي موجودين في الاستوديو. والله نعرف انه الهلال لما يلعب على ارضه وامام جمهوره يحاول من بدايه المباراه باش يباغت المنافس باش يسجل اهداف. احنا حاولنا معناها باش نخرجوا الهلال من المباراه، ضغطنا عليه ضغط عالي في بدايه المباراه. شفتوا معناها في الخمسة دقائق الاولى جاونا فرصتين سانحه سهله للتسجيل، حبينا تقريبا معناها نخليه الهلال يشك نوعا ما في نفسه، وهذا كان اللي صار. معناها تقريبا في الشوط الاول كامل كنا وحده نلعبوا فقط الملعب، احنا اللي حكمنا في نسق الشوط الاول، نطلعوا في النسق وقت نحبوا احنا، ننزلوا في النسق وقت نحبوا احنا، والحمد لله كان لنا من الشيء اللي اردناه وانتصرنا في المباراه. طيب كابتن، ما هو رأيك في فريق الهلال يعني؟ والله الهلال اليوم انا بصراحه فاجأني، يعني ما مش الهلال كنت انتظر فيه، كنت انتظر في مستوى الهلال احسن من اللي شفناه من اللي شفته في مباراه اليوم. يمكن الترجي كان احسن على جميع الاصعده اليوم، فنيا تكتيكيا وخاصه بدنيا. فزنا بكل الثنائيات في مباراه اليوم، عرفنا كيفاش معناها نستغلوا نقاط الضعف اللي كانت موجوده في الخط. شكرا سامر.